او الحلو ده بقى ينفع في كل الاوقات. لو في الشتاء هناكله سخن ويدفينا، ولو في الصيف هناكله بارد ويرطب علينا. تعالوا نعمل احلى طاجن حلو، وهو طاجن ام علي. هجيب عجينة الباف بيستري، وهي طلعت معايا بلوك يعني قطعة عجين كاملة، فاضطريت ان انا افردها كويس ما بين ورقتين زبدة، لكن في منها شيتس في السوبر ماركت متقطعة ومفرودة جاهزة. ممكن نستبدلها كمان بعجينة ميلفي من عند اي كنفاني جاهزة. وكمان ممكن نعملها بالكرواسون او الباتيه البايت او الفطير المشلتت، او ممكن كمان نعملها بالرقاق الناشف او الجلاش. يعني كل دي بدايل الباف بيستري، ما توقفوش نفسكم ان انتوا تعملوا الحلو الرائع ده. وبعد ما بفرد العجينه كويس جدا بحطها بورقه الزبده اللي انا فردتها بيها في صينيه الفرن بدون اي زبده او سمنه، لانها هي مليانه زبده. بحطها في فرن مسبق التسخين على درجه حراره 180 من 15 ل 20 دقيقه، الرف اللي تحت مع المتابعه عشان تاخد لون حلو قوي من تحت. وبعد كده بطفي الفرن واولع الشوايه، تاخد لون ذهبي حلو قوي من فوق، وتطلع بقى تهدى خالص وتنشف. قبل ما نقطعها قطعتها لقطع صغيره، وجبت طاجن فخاري حلو زي ده وحطيت الباف بيستري فيه، وهسيبه بقى على جنب. هحضر بقى التشريبه بتاعه ام علي. هجيب كسرولة واحط فيها لتر من الحليب، ويكون الحليب ده بقى طبيعي يعني حليب جاموسي، هيبقى احلى واحلى من المبستر. وهحط عليه نص كوبايه سكر، 4 معالق كريمه لباني باودر، وممكن نستبدلها كمان بالكريم شانتيه، و3 معالق لبن باودر، وكمان فانيليا حسب الرغبه. وهقلب كل الخليط ده على البارد قبل ما ارفعه على النار عشان ما يكتلش مني. واول ما يفك كله ويبقى بالشكل الحلو ده هرفعه على نار متوسطه مع التقليب المستمر. وهحط معلقتين من الزبيب مع الحليب على النار عشان الزبيب يطرى وينفش، والزبيب اختياري، تحطوه او ما تحطوهوش براحتكم انتوا وذوقكم. هستمر في التقليب لحد الغليان. اول ما يغلي بشيله من على النار واحطه كله على الميلفي، واوزع الزبيب على الطاجن كله. ولازم الحليب يبقى كتير فيه خليكي كده كريمه عشان الميلفي ما يشربش الحليب كله ويبقى ناشف، لازم يبقى جوسي كده، بيبقى رائع. وما ننساش بقى نحط بقى القشطه طبقه محترمه كده فوق الوش، وبعدين بنحط رشه من السكر فوق القشطه عشان بتدي كرمله ولون خطير للطاجن. بدخله تحت الشوايه بس، واول ما ياخد اللون الرهيب ده بطلعه. وشوفوا لي بقى احلى طاجن ام علي خطير. دلعوه بقى وحمصوا له شويه مكسرات لو متاحه عندكم. مش بحب احط المكسرات من جوه عشان بتطرى، لكن لما نحمصها ونحطها فوق الوش هتستمتعوا كده بقرمشتها الجميله دي. كلوا بقى واستمتعوا باحلى طاجن ام علي معمول في البيت، احلى من اي ام علي كلتوها بره او حتى في الافراح. غرقانه كده في الحليب وسكر مظبوط بالظبط. دوقوها كده وهتلاقوها كريميه ورهيبه وبألف هنا.